مرحبا، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. رجعت لكم فيديو جديد. قبل كل شيء لا تنسون تحطون اللايك، فوتوا هسه حطوا لايك بسرعه حتى احكي لكم عن الفيديو هذا. المهم، حابه ارحب كل اشتركوا جديد ويانا بالقناه، وهمين حابه اشكر اماني على اللي سوته بالفيديو اللي راح. يا الله، هاي اماني. طبعا اماني انا كلش احبها، اني من متابعيها، يعني تقريبا انا صار لي اكثر من 3 سنين اتابعها. ما اتذكر بالضبط، بس انا اتذكر بوقتها يعني حتى انا يمكن كنت حامل بهارون ابني صغير او قبل الحمل. يعني اتذكر اني اول فيديوهات الها شفتها وحبيتها، يعني رأسا دخلت قلبي. هيك تحسوها بسيطة هادية. وعلى فكرة يعني حتى اهلي يحبوها، يعني امي هم تتابعها لانه تقول هيك صوتها يعني هادئ وما اعرف يعني هي تدخل للقلب. فطبعا انا قد ما اشكرها ما راح يكفي ولا يوفي. فأنا بصراحة كلش ممتنة إلها، وهمين يعني إنه أنا أحبها. يعني ما أعرف شو أقول لكم، يعني هي أكيد راح تشوف الفيديو تعرف إنه هي إنسانة جدا محبوبة. يعني الحمد لله، سبحان الله، رب العالمين يزرع المحبة بقلوب الناس للناس الزينة. يعني هي إنسانة زينة وتنحب. المهم هنا بهذا الفيديو راح يكون قصير، لأنه الفيديو إن شاء الله اللي راح ينزل هسه بعده، يعني تقريبا جزء بعد يوم أو يومين، ما راح أنزله رأسا. راح يكون شوية طويل لأن فيه شوية تنظيفات ولفة وكراب، وأنتوا تحبون الكراب، وعرفت هذا الشي بالفيديو اللي راح. وقلت لكم يعني كل ما أنظف أحس الناس تحب فيديوهات التنظيف أكثر. هاي العزيمة نوح كان عازم صديقة وجدتي وياه أمه، فأني قلت راح أسوي لهم شغلة بما أنهم ألمان، فقلت راح أسوي لهم شغلة هيجي من ريحة أهلنا يعني أقصد أكلة شرقية. ما حبيت أسوي لهم أكلات سريعة وهيجي، لأنه قلت يعني هم خلينا هيجي أشوفهم شي يعني من طبخنا. وهم الألمان بشكل عام لما يروحون على أحد أو يزورون أحد من جنسية مختلفة يحبون إنه يجربون الأكل مالتهم يعني. فما راح يقول لك لا ما ناكل هيك، لا راح ياكلون ويجربون وينطوك، يعني بصراحة ينطون رأيهم بكل صراحة. يعني ما شلون يقولون يجاملون. مثلا يقول لك الأكل حار، حاد، حامض، حلو كذا، بس صراحة هو الأكل عجبهم يعني الحمد لله والشكر. المهم هنا أنا قبل بيوم من العزيمة فتت جهزت الحشوة. حطيت مال حشوة الدولمة اللي هي مال لهانة والفلفل. هاي اللهانة اللي شفتوها هسه اللي على شكل مثلث، هاي أنا أشتريها من المحلات الألمانية، هي أصلا ألمانية يعني أوروبية. أطيب بكثير من اللي نشتريها من المحلات التركية اللي تجي هيجي مفلطحة يعني، أو العادية مالتنا. نكهتها أطيب وتنطي بصراحة، يعني طعمها بالطبخ أطيب بكثير بكثير، خصوصا بالمحاشي. يعني تنقل النكهة إلى ليفل ثاني مختلف. جربوها وراح تشكروني وتدعولي. وهسه احنا ثاني يوم اللي هو يوم العزيمة. هاي السجادة اني غسلتها قبل يوم، فقلت خليني اشيلها هسه، فحبيت اشوفكم السما شكلها كلش حلو ما شاء الله. فتت على غرفة الولد قلت خليني انظفها اشيكها، يعني اشوف، لانه من عادة الالمان يعني بشكل عام لما تجي مع طفلها تفوت على غرفة الاولاد تلعب مع الاولاد وتشاركهم يعني بالألعاب، يسوون فعاليات، يقرون قصة، يحجون، حتى تكتشف شخصية صديق ابنها أكثر، حتى تعرف هل هو مناسب لابنها أو لا. هم هيك عادات الألمان بشكل عام. فأنا قلت خليني أنظف الغرفة أجهزها حتى ما يكون أكو شي يعني يربكني أنا، لأن الألمان أصلا ما عندهم هاي الفكرة مال إنه النظافة هي شيء أساسي. هم مو وسخين، بس النظافة بالنسبة لهم هي أساسيات، يعني ما تعتبر مهمة لدرجة إنه لازم نظافة نظافة نظافة. عندهم أشياء كثيرة ومسؤوليات كثيرة، لأنهم كلهم يشتغلون وكلهم مشغولين، ودخولهم للبيت دائما يكون متأخر بسبب ضغوط العمل.
فيعني يعذرون الواحد، يعني مو ضروري يكون البيت كلش نظيف، بس أنا بالنسبة لي لا، ضروري ومهم. شخصيتنا، احنا شرقيين بالاخير، احنا يعني بصراحة فالنظافة عندنا مهمة. هنا انا فتت سويت لهم هاي المافن. شوفوا راح اقول لكم شغله، لما تعزمون طفل الماني اول مره للبيت والاهل داخلين عليكم اول مره وما يعرفوكم، فالافضل انه تجيبون اكل اللي هو مثلا الكيك الجاهز، بس مجرد تحطوا له حليب وبيض، وتسالون الام مثلا تقولوا لها اني راح اسوي الكيكه مال الماركه الفلانيه، شنو رايك؟ فتقول اي مثلا انه اني ماكلتها، اي اعرفها، اوكي ابني يقدر ياكلها ما عنده مشكله. لان الاطفال بشكل عام هنا باوروبا قد يعانون من انواع من الحساسيه، من الحليب أو من القمح أو من المكسرات، يعني عدة أكو كثير أشياء، حتى من الفواكه يعني أكو أطفال يتحسسون. فالأفضل أنتوا تسألون الأم تقولوا لها مثلا أنا راح أسوي مثلا كب كيك أو راح أسوي كيكة من الماركة الفلانية، فهي تقولكم أوكي إحنا ماكليها وابني ما عنده مشكلة وياها. فهاي أنا أشوفها يعني هي الطريقة الأحسن. أما مثلا مرات يعني ما تعرفون شنو ممكن يصير أثناء العزيمة، فالواحد دائما يتجنب. المهم هذا القالب اشتريت اني من الشيئين، هذا هسه دا اصب بيه متعب، وكانت غلطتي، هو اصلا مال يعني حشوات سائلة خفيفة، بس اني جيت شنو قلت عليش اني اشيل بالخاشوقة وهاي، لا دخليني احطه بهذا القالب وهيك يعني ادوس واعصر، وتعبني واخذت وقت طويل واني احاول اعبي الصينية. يعني بصراحة تندمت كلش، بس قلت مو مشكلة بعد خلص يعني تورطت، خليني اخلص. فالمهم بعد ما خلصت حطيتها هنا بالفرن، وبعد ما استوت طلعتها وحطيتها بهذا الستاند مال الكيك، يعني الصحن. بالنسبة يعني بالنسبة للعزيمة هي بشكل عام، بالنسبة للألمان ما حبيت أحط يعني أشياء كثيرة، يعني مثل مكسرات وهاي، لأن هم ما يحبون هذا الشيء، هم خلاص بالنسبة لهم تغدوا وهذا كلش كافي بالنسبة لهم. والهاي المافن همين يعني فوق، يعني هاي التوب. فالمهم هنا أنا جيت حطيت همين سناك للولد، هذه شغلات همين جاهزة يعني مو أنا سويتها، اللي هي الوافل والشيبس والهاي الأصابع المالحة. وما أقولكم شنو صار بعد ما حطيناها، يعني اتطشرت القاع. أكيد أنا صورتكم لقطة أنا شوفتكم شلون القاع صارت، يعني الأكل كله صار بالقاع. ما صورت الطفل ولا صورت ولدي وياه ولا أي شيء، لأنه ما حبيت يعني بصراحة أصور أي شيء. يعني هذا الفيديو مال يوتيوب هذا يخصني أنا ويخص بيتي، فما حابة أدخل أحد أو أشوف أحد أو أطلع أي أحد غريب بالفيديوهات. هنا أنا بلشت أجهز السفرة مال الغداء. حبيت أسوي سفرة حلوة، يعني لما الواحد يشوفها أول ما يدخل من الصالة فتكون حلوة يعني. طبعا خواشيق يعني كلها غلط، بس المهم بعدين صححتها يعني عدلتها. أريد أقول لكم شغلة نصيحة، لما أنتم ببلد غربة، يعني أنتم عايشين ببلد أجنبي وأنتوا قاعد تمثلون بلدكم، حاولوا دائما إذا عزمتوا أحد أجنبي ببلد غريب تهتمون بنظافة البيت، بمنظر البيت، بمنظر السفرة، بكل شيء بأدق التفاصيل، لأنه أنتوا مثل سفراء لبلدكم. يعني الصورة الحلوة بالمستقبل تسهل عملية الاندماج لأولادكم بالمجتمع. ليش؟ لأنه هذول الناس دخلوا بيتكم، شافوا بيتكم، حبوا بيتكم، فيصير أنه النظرة عنكم أنتوا نظرة حلوة. لا تستهينون بهاي الأشياء، كلش مهمة لمستقبل أولادكم. المهم هنا أنا بعد ما خلصت السفرة هم بعدين جوي، يعني أنا صبيت الأكل، صورت هاي اللقطات وجوي، فحبيت أشوفكم هنا المنظر شلون تغير وقلب. يعني سبحان الله بلشت مطر كان حلو صحو، بعدين فجأة غيمت وجاء الغيم ومطرت الدنيا، وهنا بلشوا يعني الجهال ياخذون الأكل يشيلون. فبعدها أنا رحت دا أشرب شاي أنا والأم، ناكل كب كيك وشاي وهيجي. ما أقولكم شنو صار، جيت أني شفت الفوضى الأكل كله بالقاع، بس مو مشكلة يعني بالعافية عليهم، المهم تونسوا.
أنا جيت بعدين كنست وخلصت، يعني مو مشكلة هاي. هنا شربنا شاي. طبعا شوف الألمان يحبون الشاي الخفيف، يعني مو شاي الثقيل يعني الأسود مالتنا، يحبوه خفيف. لهنا الفيديو مالتنا يكون انتهى، وإن شاء الله عجبكم. وأقول لكم لا تنسون اللايك، أهم شي بنات اللايك. انتظروني بالفيديو الجاي، راح يكون كله كراب وتنظيفات طويلة وعميقة. أتمنى لكم يوم سعيد، وإن شاء الله الفيديو مالتي يكون عجبكم، وفي أمان الله. سلام.